أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن الرحمة. الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا أنا صنعت، عليه الصلاة والسلام. إن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها الأخلاق الرائعة والحسنة. فإذا كانت صفة الرحمة للمولى جل جلاله، وقد تحلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الرائعة، بهذه الأخلاق الرفيعة، إنها الرحمة. إن القرآن الكريم والسنة النبوية حثا أهل الإيمان على التحلي بهذا الخلق العالي، إنها الفطرة. فلنعمل بالرحمة ونجعل أخلاقنا رحمة. دمتم بخير، وإلى لقاء آخر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. أكمل الحديث.